كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة علينا كلنا. يلا بقى نعمل كوكيز الكريسماس بطريقة سهلة جدا. هنغلفه كده بطريقة شيك كده ونديه لحبايبنا، وهنعمله بطريقة بسيطة بقى، لا دقيق ولا بيض ولا أي حاجة. ممكن أطفالك يعملوه معاكي في ثواني. يلا بقى نبدأ مع بعض ونشوف الجمال ده كله هنعمله ازاي. أول حاجة معايا عايزة شوكولاتة بيضة وشوكولاتة دارك أو شوكولاتة بالحليب، مفيش أي مشكلة. حطيت على كل واحدة فيهم معلقتين زيت، ودخلتها ميكروويف أو على بخار مائي، مفيش أي مشاكل خالص. ومعايا بقى بسكوت ساده، اللي هو بسكوت الشاي. اي نوع بسكوت ساده متوفر عندك. معايا ورق ترانسفير. ورق الترانسفير دوت اللي ما يعرفوش ده يا جماعه متوفر في محلات لوازم الحلويات. بيبقى عليه اشكال زي ما انتم مش شايفين كده، اشكال راس سنه. ودي الوان قابله للاكل، الوان غذائيه صحيه جدا، مفيش منها اي مشاكل خالص وما تقلقيش منها. سيحت الشوكولاته بتاعتي طبعا زي ما قلت لكم في الميكرويف او على بخار مائي بالطريقه اللي انت تحبيها. ابداي كده انزلي على الصور بالطريقه ديت. هي معلقه صغيره، وافرديها كده واخبطيه كده الورقه على الترابيزه. هتلاقيها اتفردت معاكي على طول، مش هتاخد منك ثواني. بس كده، وحطيها بقى في التلاجة. هتمسك نفسها على طول. وطبعا لو جو برد زي الوقت كده، حطيها جنبك هتلاقيها يعني هتلاقيها خلاص بعد دقيقة أو دقيقتين كده، 10 دقايق بكتير جدا، هتلاقيها خلاص بقت جميلة جدا والصورة اتطبعت عليها ومفيش أي مشاكل. طبعا أنا جبت أشكال كتير، أشكال بابا نويل وأشكال شجر كريسماس وأشكال زي ما انتم شايفين كده العصايه الجميله ديت. ده كده بالشوكولاته البني اللي هي شوكولاته بالحليب بقصد. وهابي نيو يير كمان. هنخلص الكميه كلها كده. انا عملت كميه كبيره جدا، بحب قوي اعملها يوم راس سنه واديها لحبايبي بالشكل دوت. طبعا برضو بالشوكولاته البيضاء اهيت. تمام. دلوقتي بقى خلاص بعد ما سقع، انا عايزه اقول لكم ان انا ما حطيتوش في تلاجة، انا بس سبته جنبي ربع ساعه عشان الجو برد. بقى بالشكل الجميل ده. شايفين ازاي الرسومات اتطبعت بمنتهى السهوله جدا اهي. رسومات الوانها جميله، وزي ما قلت لكم ما تقلقوش خالص من الالوان ديت. دي الوان صحيه وقابله للاكل. طبعا الورق الترانسفير ده بنستعمله على طول، يعني في الكب كيكس في الجاتوهات، مفيش منه اي مشاكل. طيب انا خلاص كده اهي طلعت الكميه كلها اللي عندي. هطلعها بالشكل ده. ومعايا بقى البسكوت اللي انا حضرته، معايا اي نوع بسكوت شاي متوفر عندك، بسكوت ساده خالص. يعني ما تقعديش بقى تعملي بسكوت بقى وتقولي بقى بسكوت يعني ظبط او ما ظبطش معايا. اي بسكوت شاي. وطبعا دي طريقه سهله جدا، ولادك كده هيعملوه معاكي وهيفرحوا جدا ان هم بيعملوه معاكي في يعني في ثواني كده، مش هاخد منك وقت خالص. شايفين الجمال والشياكه. خلاص هي ثواني وهتلاقوا الشوكولاتايه لزقت في البسكوته. كوكيز سهل جدا جدا، مش هياخد منها وقت خالص. شايفين الكميه بقى اللي انا عملتها. بعد ما بخلصها بغلفها كده في اكياس صغيره. دي طبعا تديها بقى لحبايبك، تديها لولادك كده في المدرسه. بتبقى حاجه شيك جدا جدا، وبتفرح الولاد جدا طبعا يوم راس سنه. في العزومات طبعا بقى لو حد جايلك. يلا كل سنه وانتم طيبين. جربوها وقولوا لي في الكومنتات رايكم فيها. واكياس التغليف دي يا جماعه مش غاليه خالص، احنا ممكن نجيبها ونغلف كده بالشكل دوت، ونعمل مع بعض كميه كبيره. يلا كل سنه وانتم طيبين. يا رب سنة سعيدة علينا كلنا.